بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، في الأمس مر معنا حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قدم معنا من مسائل هذا الحديث وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. غسل اليدين، ما المراد باليدين؟ هما المراد بهما الكفين، مراد بهما الكفين، من أطراف الأصابع إلى الساعد، هذا الساعد يسمى بداية الساعد. وقلنا أن هذا خاص ما ذكر العلماء القيام من الليل، وقلت يؤخذ من إذا استيقظ، وهذا خطأ، هذا خطأ، أخطأت في هذا. أخذ العلماء أن هذا خاص بنوم الليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت. والبيتوتة كما يقول العلماء لا تكون إلا في الليل، أين باتت يده، فالبيتوتة لا تكون إلا في الليل. فلذلك ذكر العلماء أن هذا خاص بنوم الليل، خاص بنوم الليل. أما نوم النهار فلا يجب غسل اليدين عند القيام من نوم النهار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن شاء الله كثير كما تقدم معنا بالأمس. أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو أبو هريرة، ثم بعد ذلك ابن عمر وعائشة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. النبي هريرة: لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، هذا متفق عليه. ولمسلم أي لفظ لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يبولن فيه النهي، لا يبولن، النهي عن البول في ماذا؟ لا يبولن أحدكم، البول معروف في الماء الدائم أي الساكن الذي هو مثل هذه البركة الذي هنا، لكن هذه البركة تتغير، ليس واقفة، إذا نزل الماء يخرج ثم يرجع، هذا ليس ماء دائم، لا يعتبر ماء دائم. الماء الدائم الذي يكون في الحوض، بركة اسمنت أو حتى من حجارة أو من تراب، لكن تبقى دائم، لا ينزل ويطلع مثل هذا الذي هنا، فهذا هو الدائم، المراد به الساكن الذي لا يأتي ماء آخر فوقه ثم يخرج، وإنما هو دائم يبقى في هذه البركة. هذا فيه النهي. قال: ثم يغتسل منه، أي فيما يؤول إليه، أنه سوف يحتاج إلى هذا الماء. إذا كان ما فيه لا يوجد إلا هذا الماء الذي في البركة، فإنه إذا بال فيه يحتاج بعد ذلك أن يغتسل منه، ففي هذا الحديث
يعني مسائل حكم البول في الماء الدائم. النهي التحريم، والنهي هنا للتحريم، النهي للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. ويعني معروف في القواعد النهي للتحريم وليس هناك صارف، وليس هناك صارف. لماذا؟ لأن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه يصير بعد ذلك نجس، يصير نجس، الماء يصير نجس. وقد يحتاج الناس إلى هذا الماء الذي في هذه البركة، قد يحتاج الناس إلى هذا الماء الذي في البركة. فلذلك يحرم أن يبول العبد في الماء الدائم إذا كان يعني ماء بركة صغيرة. أما إذا كان مستبحر يعني ماء كثير، هو دائم لكنه كثير، يعني نحن نقول مثل عندنا سدود تأتي يعني هذا يبقى الماء في هذا السد كبير جدا فترة، ثم بعد يعني أشهر أو هكذا أو أكثر لربما سنة تأتي السيول وتغير هذا الماء، والأصل أنه ماء راكد وماء ساكن. أما إذا كان مستبحر فالصحيح أنه يجوز يعني البول فيه، فإنه لا يغيره، أنه كثير جدا كثير جدا. ويعني ما حكم الاغتسال في الماء الدائم؟ ما حكم الاغتسال في الماء الدائم؟ هذا يعني لهذا الحديث، لحديث أبي هريرة لفظ مسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا فيه أيضا النهي، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم ولا صارف. فيحرم إذا كان الماء دائم وليس مستبحر، ليس كثير جدا، فيحرم أيضا الاغتسال فيه من الجنابة. ما معنى الاغتسال فيه؟ أن تدخل تغتسل فيه، ليس من فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه. يعني هذه بركة ثم أنت تأخذ تغتسل، هذا جائز. إنما النهي أن تدخل إلى داخل هذه البركة للاغتسال، أن تدخل إلى هذه البركة للاغتسال. أما إذا كان يعني الماء يعني دائم واغتسل فيه الرجل من الجنابة وهو طاهر لم يكن نجس، فهذا وقع في الحرام. لكن هل يطهر؟ نعم، يعني قد رفع عنه الحدث بهذا الاغتسال، لكنه فعل شيء محرم وهو الاغتسال في الماء الدائم، الاغتسال في الماء الدائم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويعني التغوط في الماء الدائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول، صح؟ قال لا يبولن أحدكم. فما حكم الغائط؟ ماذا تسمونه الغائط عندكم؟ فما حكمه؟ هذا أشد، ولكن يعني من جمود ابن حزم الظاهري قال لا، جائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، ما ذكر الغائط، لكن الصحيح أنه أشد من البول، أشد من البول. فالصحيح أنه أيضا لا يجوز، صحيح أنه أيضا لا يجوز. أما الاستخدام من الماء الراكد هذا جائز، كما تقدم معنا فرق بين يعني الأخذ منه وبين الدخول فيه، بين الاغتسال منه وبين الاغتسال فيه. فإذا جاء الرجل يعني
بال الرجل ويريد أن يستنجي منه، يغسل مكان الوضوء ومكان الغائط من هذه، يأخذ بالمغرف، هذا جائز، هذا ما في خلاف، جائز، هذا يعني أمر جائز، ولكن بشرط أن يكون الماء طاهر. أما إذا تنجس الماء فلا يجوز التطهر بالماء النجس، لا يجوز التطهر بالماء النجس، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس، لا يجوز الوضوء، ما يجزئ. إذا توضأ العبد بماء نجس لا يقبل هذا الوضوء، هذا الوضوء لا يعتبر ولا يجزئ هذا الوضوء. وكذلك يعني إذا استنجى، غسل مكان يعني البول أو يعني الغائط بماء نجس، هذا لا يجزئه لأن ما زالت النجاسة موجودة. وكذلك لا يجوز الاغتسال بالماء النجس، ولا يجزئه ولا يرفع عنه يعني الجنابة، ولا يرفع عنه الحدث الأكبر. فالماء النجس لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به. والماء الذي يكون نجس هو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، بشرط بنجاسة، تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة، إما اللون، وضع فيه شيء نجس فتغير لون الماء بسبب هذه النجاسة، خلاص هذا الماء نجس، وإن كان كثير، وإن كان في بركة كثير يعني يمكن، أو في خزان مثل الخزان الذي فوق يعني 2000 لتر، وإن كان كثير أو حتى أكثر من ذلك، لكن تغير جميع هذا الماء بنجاسة، تغير لونه بنجاسة، فهذا الماء صار نجس. أما إذا تغير بشيء طاهر مثل التراب، مثل هذا يعني الآن هذا يعني النهر، صح، هذا النهر يعني يمشي، لكن إذا كان بركة، موجود بركة ويعني موجود تغير لونه مثل يعني هذا التراب، فهذا الماء طاهر، ما زال طاهر. إذا تغير لون الماء بشيء طاهر فهو ما زال طاهر مطهر، يجوز الوضوء منه ويجوز الاغتسال منه، يجوز الاغتسال منه. لكن إذا خالط الماء شيء طاهر، إذا خالط الماء شيء طاهر وغلب على اسمه، تغير اسم ذلك الماء، مثل الشاهي صح، الآن ماء، الشاهي أصله عبارة عن ماء، صح، ثم وضع فيه يعني هذا الشاهي فهمتم؟ الآن صار هذا، ماذا صار اسمه؟ هل ما زال يقال ماء؟ لا، يقال شاهي، إذن ليس ماء، لا يطهر، خلاص، يعني لم يصير ماء، تغير اسمه، وإن كان هو طاهر، لكن لا يعني يجزئ الوضوء به والاغتسال به يعني من الجنابة، لأنه لم يصير اسمه ماء، تغير اسمه. أو العصير، عصير، ماذا تقولون عصير؟ جوز، أيوة، سواء عصير مانجو أو عصير يعني أورنج يعني برتقال أو غيره من العصائر، الأصل ماء، صح، كثير ماء، عندما يكون مثل الماء أيضا سائل هو، لكن تغير اسمه، لم يطلق عليه ماء، إنما صار عصيرا، فهذا أيضا لا يجزئ. إذا خالط الماء شيء طاهر ولكنه ما زال على اسمه ووصفه، يدعى ماء، يقال له ماء، فهذا يجزئ الوضوء. لكن إذا خالطه شيء طاهر وغلب الاسم عليه، صار شاهي أو عصير، فهذا لا يجزئ الوضوء به. إذن إذا خالط النجاسة شيء، إذا خالط الماء شيء نجس فغير لونه فإنه يصير نجس. أو ريحه، خالطته شيء من النجاسة فتغير ريح الماء، صارت ريح النجاسة فيه، فهذا أيضا صار الماء
نجسا أو طعمه. إذا خالط الماء شيء نجس فغير طعمه صار يعني بسبب النجاسة تغير طعم ذلك الماء فإنه يصير نجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طاهر إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، غير لونه أو طعمه أو ريحه. لكن إذا خالط الماء شيء طاهر ولم يغيره، يعني لم ينقله إلى اسم آخر، ما زال على وصفه ماء وكان ذلك الشيء طاهر، مثل يعني في البرك موجود هذا نحن نسميه أريل، هذا الشيء الأخضر، عرفتم؟ بسبب بقاء الماء في بركة يكون شيء أخضر فيه في الماء، لونه أخضر ما هو جرين، يكون في الماء، عرفتم؟ مثل يعني الأعشاب، مثل الأشجار، فهذا طاهر. وإن كان فيه هذا الماء، كان فيه هذه الأشياء، إذا كان ما زال يسمى ماء فإنه يجوز التطهر به، وإذا خالط الماء شيء نجس، هناك ماء خالطه شيء نجس، نجاسة وقعت فيه، لكن لم تغير أحد أوصافه، ما زال لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فالماء ما زال طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طاهر لا ينجس شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إلا إذا خالطته نجاسة وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة. خالطته نجاسة هذا شرط، والشرط الثاني أن تغير أحد أوصافه الثلاثة. أما إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإن الماء ما زال طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طيب، في سؤال؟ من الذي ما سمع اليوم؟ همام فقط. من؟ فوزان. غدا تسمعوا إن شاء الله. تمام. بيسو تحفظ الثاني والثالث سواء، يقول المهريين سواء. تمام، هذه لغة العرب. تمام. أما لغة المهريين يقولون سواء. طيب إن شاء الله. كأنهم ناقص الطلاب، صح؟ رزقي ليس موجود، صح؟ وأيضا طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.